اهلا بك يا بطل في عالم السي ان سي. الماكينه دي مش مجرد حديد وكابلات وخلاص، دي شريك نجاحك، والصيانه اليوميه مش رفاهيه اطلاقا، دي حمايه لاستثمارك. 10 دقايق بس كل يوم هتوفر عليك هدر في الخامات وفلوس كتير في قطع الغيار وساعات من العطله. ركز معايا في الفيديوهات الجايه دي عشان اعرفك على اسرار هتطول بيها عمر مكانك. دي قواعد السلامه اللي لازم تعملها قبل ما تلمس الماكينه. رقم 1، التقريض او الارث. لازم تتاكد ان المكنه متوصله بسلك ارضي اللي هو الارث عشان تحمي نفسك من الصدمات الكهربائيه ومن الكهرباء الساخنه. رقم 2، بالنسبه للحمايه، لازم تلبس نظارات وقائيه عشان تحميك من شعاع الليزر اللي بيأثر على شبكيه العين، وفي نفس الوقت لازم تلبس ملابس وقائيه في الموقع اللي انت شغال فيه. رقم 3، ممنوع التعامل مع الماكينه من خلال اشخاص غير مدربين على الماكينه، لان ده بيعرض سلامتهم وسلامه الماكينه للخطر. رقم 4، المشغل لازم عينه تفضل على الماكينه طول فتره التشغيل تجنبا لحدوث اي مشاكل. رقم 5، ممنوعات القطع. اياك تقطع ماده البي في سي لانها بتطلع غاز الكلور السام اللي ممكن يقتلك ويدمر الماكينه بالصدى. ماده البي في سي محتاجه ماكينه الراوتر اللي هي شغاله بالبنط عشان تقطعها، اياك تقطعها بالليزر. التزامك بقواعد الامان دي هي اول واهم خطوه في طريق النجاح. حافظ على نفسك وعلى شريك نجاحك، ويلا بينا نتابع باقي الفيديوهات عشان نكتشف باقي الاسرار.